السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده اجمل بيتزا واسهل بيتزا ممكن تعملوها في البيت. طبعا كلنا بنحب البيتزا ومن اولهم اطفالنا عايزين ياكلوا طبعا بيتزا من بره على طول. فاحنا نعملها في البيت بعجينه طريه وبحشوه جميله ولذيذه ومش هتاخد تكاليف كتير. يعني هتجيبي واحده من بره هتعملي بدلها 3 أو 2 من جوه. ولو عايزه تبهري ولادك ممكن تجيبي كرتونه بتاعه البيتزا بتشتريها من اي مستلزمات حد بيبيع الكراتين وحاجات الكريب وكده، وتحطيها في كرتون زي ما انتم شايفين كده، مش هيفرقوها من بره خالص. هنمشي كده بشويه تكات وشويه تفاصيل بسيطه وتطلعي اجمل بيتزا مع عجينه طريه وشكل ما حصلش قبل كده. شايفين قد ايه شكلها حلو جدا. هنعمل كذا واحده بكذا طعم، واحده بالتونه واحده بالفراخ. وعايزه اقول لكم العجينه روعه طريه قوي، بصوا ما شاء الله شكلها بجد يفتح النفس. مش هتفرقيها من بره بس الطعم طبعا اجمل بكتير. ما شاء الله شكلها حلو قوي. يلا بينا نشوف احنا ايه عملنا الحاجات الجميله دي ازاي، وازاي طبعا تعملي بيتزا ولادك بصي يشكروك عليها وما يطلبوش اي بيتزا من بره تاني. دي بقى مش عايزه اقول لكم دخلت قلبي. دي بالتونه ودي اجمل بيتزا في البيتزا كلها، سهله وبسيطه ومفيش طعم اجمل من كده. ما شاء الله شكلها حلو جدا. ولا تقولوا بقى بيتزا هارت ولا اي نوع بيتزا جبتيه من بره قبل كده، هي بيتزا البيت ومفيش اجمل منها. شكلها جميل وطعمها اجمل. وعايزه اقول لكم يعني حاجه نظيفه وحاجه في البيت، مفيش احسن من نظافه البيت في كل حاجه. طبعا احنا عايزين نقول لنفسنا ان احنا شاطرين ونقدر نعمل كل حاجه، ما نشتريش اي بيتزا خالص ولا كريبات. البيت بتبقى حاجته نظيفه وما شاء الله. شايفين شايفين الجمال بقى. عايزه اقول لكم شكلها حلو جدا. طبعا شايفين الشكل بتاعها ممتاز والطعم، وشايفين العجينه شكلها جميل جدا. تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي مع بعض بأقل التكاليف. نقدر بقى جنبها كاتشب شويه مخلل وهناكل اجمل بيتزا في البيت. يلا نبدا بالعجينه بتاعتنا. اول حاجه خالص جبت 3/4 كيلو دقيق. عجينه البيتزا مش بتنعجن باللبن، بتنعجن بس بخميره وملح وسكر، ولو عندك شعره يعني حاجه بسيطه من معلقه اللبن بودره تمام، ومعلقه زعتر. الزعتر بتدي طعم حلو جدا في العجينه. وهنعجن بميه، هنقلب كل المكونات الجافه مع بعض وبعد كده ننزل بالميه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده قلبت كل المكونات الجافه. ال3/4 كيلو دقيق ده هيعمل لي حوالي 4 بيتزات، مش مقاس كبير قوي. انا بقلب كل المكونات مع بعض كويس وبعد كده بنزل بالميه بتاعتي. ال3/4 كيلو دقيق خد كوبايه وربع من الميه، وهبدا اعجن زي ما انتم شايفين كده. العجينه بتاعت البيتزا مبتبقاش جابسه، بتبقى عجينه طريه شويه. والمهم اللي هي تبقى عجينه كل ما تعجنيها حلوه قوي كل ما تديكي ايه نتيجه في العجينه بتاعتها حلوه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم الزعتر بيفرق جامد في طعم العجينه. هغطيها بكيس واسيبها تخمر. احنا في الحر دلوقتي مش هتكمل اكتر من نص ساعه. نص ساعه على ما تبداي اللي انت تعملي الصلصه وتشوفي الحشو بتاعك اللي انت تحشي بيه البيتزا. هتلاقي بصوا ما شاء الله العجينه خمرت وبقت تمام خالص زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ايه اشكلها على اي كوره كده واشوف احنا هنعمل كام واحده. يعني العجينه بتاعتنا هتعمل لنا كذا واحده يعني. دهنت الصينيه بتاعتي زيت تمام، وهبدا انزل بكوره كده واسيبها ترتاح شويه زي ما انتم شايفين كده. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما هتديكي نتيجه احلى. ودي اول بيتزا معايا، جبت طبق عشان نعمل شكل البيتزا اللي انت شفتها معانا. عايزه اقول لكم دي جميله جدا، اسمها بيتزا ورده. بصوا جميله قوي. ونبدا نحط الصلصه. انا طبعا كنت بصور بالتليفون بايد، فالصلصه طلعت شكلها عشوائي شويه على الطبق، بس كل ده مش هيبان. يعني عملت اول واحده بالتونه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم البيتزا التونه بتبقى حلوه جدا، بس حاولي تحطي شويه كمون شويه فلفل اسمر في التونه عشان ما يديش ريحه زفاره في طعم البيتزا وكده. هنفرد التونه الاول، لو عندك تونه قطع او تونه مفتته. نحط بقى شويه فلفل شويه بصل شويه زيتون زي ما انتم شايفين كده. سهله خالص وما خدتش معانا اي تكاليف كتير خالص. لو هتشتريها من بره اقل حاجه 150 200، لا هما دول هيعملوا لك حوالي 2 أو 3. ده شكل كده ايه ممكن تعمليه لولادك ويفرحوا بيه وتبقى شكلها حلو قوي.
بعد كده هنزل بالزيتون. عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في البيت. لو هتشتري الحاجات دي مش هتكلفك يعني. قولي بالجبنه الموتزاريلا لو جبت لك مثلا نص كيلو، هتشتري الحاجات ب100 جنيه بالشكل ده كده. هنبدا بقى نحط شويه جبنه. حطيت جبنه ميكس، وهبدا اشيل الطبق عشان ايه، هوريكم احنا هنقطعها ازاي مع بعض ونعمل شكل الورده بالشكل ده كده. شلنا كده الطبق، وتعالوا بقى ايه اوريكم ازاي هنعمل لها الشكل بتاعها الحلو قوي. جبت قطعت البيتزا وقطعتها بالشكل ده كده، حوالي مثلا يعني أربعة، وكل واحدة ناخد منها 2 كده بالشكل ده. هنبدأ ناخد كل يعني مثلث كده نحطه ايه على الرف، يعني عليها كده كله مثلث، وهكذا لحد ما تدينا شكل الوردة. شايفين كده؟ سهلة وبسيطة خالص وما خدتش اي وقت معانا. تنفع عشاء، تنفع غدا، لو انت عايزه تقضي يومك باليوم يعني بيتزا او حاجه. هنبدا ندهنها كده بس بسيط خالص بالطماطم، صلصه طماطم، حاجه بسيطه خالص، وتدخل الفرن على درجه حراره 200 وتطلع شكلها روعه بالشكل اللي انتوا شايفين ده. ولادي بقى عايزه اقول لكم اول ما يشوفوها بقى مبسوطين منها جدا، وهتسمعوا دلوقتي هيقولوا ايه. ده شكلها تحفه. وعملت كذا شكل تاني في اول الفيديو اللي انتوا شفتوه، بس طبعا الفيديو كان هيبقى طويل جدا. هبقى اصور لكم بقيه البيتزا اللي احنا عملناها بنفس العجينه. بجد شكلها ولا روعه يعني، مفيش احسن من كده. ان شاء الله تقدروا تجربوها باذن الله وتعملوها لاولادكم، هتعجبهم جدا. هنقطعها دلوقتي مع بعض. ملك بنتي دخلت طبعا، لازم تقولي كده اي كلمه كده تحفزني بقى. عايزه اقول لكم فرحانه جدا بشكلها. الله شكلها حلو قوي يا ماما. اعملها لنا بقى على طول. ماشي يا ملوك يا عسل. يامي. فده كده كان شكلها معانا. عايزه اقول لكم روعه بجد، جربوها. متاخدش اي تكاليف خالص. هتعملوا كذا واحده، او ممكن تحطي العجينه في الفريزر وقت ما تكوني مش عارفه تعملي ايه، مثلا هتطلعي قطعه عجينه وتعملي. وده شكلها كده، واتمنى تكون عجبتكم. اسيبكم في فيديو جديد، مع السلامه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. باي باي.